إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق الأول من مارس عام 2024. كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل القرن الإفريقي هو ساحة الصراع الجديدة في العالم؟ وذلك من خلال قراءة المقال للكاتب التركي كمال أوزاتورك، والذي نشر في موقع الجزيرة نت في 28 من فبراير الماضي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. المفوض السامي لشؤون اللاجئين في أثيوبيا يطالب بمساعدات دولية عاجلة لتقديم الخدمات الكافية للاجئين الإريتريين المكتظين في معسكر الأمواج. أوغندا توقع مذكرة تفاهم دفاعية وعسكرية مع أثيوبيا والصومال خلال أقل من 10 أيام. والسلطات المغربية تعلن غرق 8 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة في أثيوبيا بأن معسكر الأمواج للاجئين الإريتريين في إقليم أمهر الأثيوبي بحاجة إلى مساعدات دولية لتقديم الخدمات الكافية، موضحا أن المعسكر به مدرسة وعيادة طبية تقدم خدمات بدائية للاجئين الذين بلغ عددهم 22 ألف لاجئ. وأضاف أن 500 من هؤلاء تم استيعابهم في غرف مبنية، بينما ما يزال أكثر من 21 ألف يعيشون داخل خيام أعدت لهذا الغرض. يذكر أن معسكر الأمواج كان قد أنشئ لضمان سلامة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من معسكرات في إقليم التيغراي إبان الحرب الأهلية الأثيوبية. كما لجأ إليه المئات من الإريتريين الفارين من لهيب الحرب في السودان، إضافة إلى الإريتريين الذين تعرضوا للاعتقالات والمضايقات من قوات الأمن الأثيوبية في أديس أبابا. وبالرغم من أن المعسكر تم إنشاؤه لحماية اللاجئين الإريتريين، إلا أن الأوضاع المضطربة في إقليم الأمهر أصبحت مصدر قلق وخوف بسبب ما يتعرض له اللاجئون من اختطاف، وخصوصا الأطفال، وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وقعت أثيوبيا وأوغندا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين، حيث وقع وزير الدفاع الأثيوبي ونظيره الأوغندي مذكرة التفاهم والتعاون يوم الأربعاء الماضي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وبحسب ما ذكر موقع الصومال الجديد، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات العسكرية والتعاون في قضايا الأمن الإقليمي. وكانت أوغندا قد وقعت مع الصومال اتفاقية تكميلية لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين في 20 من فبراير الماضي، تتعلق بمذكرة التفاهم والتعاون الدفاعي التي وقعت بينهما في العام 2022. هذا ويأتي توقيع اتفاق التعاون الأوغندي بشأن الدفاع مع كل من الصومال وأثيوبيا في وقت تشهد فيه منطقة شرق إفريقيا تطورات دبلوماسية بعد توتر متزايد بين الصومال وأثيوبيا أثاره توقيع الاتفاقية البحرية بين أثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية. ذكرت وكالة الأنباء المغربية بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا في البحر الأبيض المتوسط مساء الثلاثاء أثناء محاولة الهجرة غير النظامية. وأوضحت السلطات المحلية في إقليم الناظور الأربعاء أن الضحايا كانوا ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين
استقلوا قاربا مطاطيا في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من منطقة تشارانة أبو محفوظ جماعة بني شكير، قبل أن ينقلب القارب بسبب سوء الأحوال الجوية التي سجلت هبوب رياح قوية وارتفاع أمواج البحر. وأضافت السلطات المغربية بأن القوات البحرية المغربية تمكنت من إنقاذ 9 أشخاص، فيما تزال عملية البحث جارية من أجل الوصول إلى مفقودين محتملين. وأضاف البيان إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث. وكان 5 مهاجرين لقوا مصرعهم، من بينهم امرأة، وأصيب 8 آخرون في 23 من فبراير الماضي جراء انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل مالطا، حيث أفادت السلطات المالطية بأن قاربا كان يحمل 34 شخصا من مصر وأثيوبيا وإريتريا وسوريا انقلب داخل حدود مزرعة أسماك بحرية، وأن القوات المالطية أنقذت 21 شخصا. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات، كما أشرت في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، وفيه نقدم لكم مقالا للكاتب التركي كمال أزوتورك بعنوان: هل القرن الإفريقي هو ساحة الصراع الجديدة في العالم؟ نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات. لا تزال الاضطرابات في منطقة القرن الإفريقي تزداد يوما بعد آخر، فما أن تهدأ هذه الاضطرابات في جزء منه إلا وتنشط في مكان آخر. فعلاوة على استمرار الاضطرابات المختلفة في الصومال لأكثر من 30 عام، شهدت المنطقة صراعات أخرى وفي فترات متعددة، منها الحرب بين إريتريا وأثيوبيا، وأخرى أثيوبية، وكانت أشدها ضراوة الحرب التي خاضتها الحكومة الأثيوبية على جبهة التيغراي بالتحالف مع إريتريا في نوفمبر من العام 2020، والتي استمرت عامين. ثم نشأت الأزمة الجديدة بين الصومال وأثيوبيا في مطلع يناير بعد توقيع أثيوبيا اتفاقا مع حكومة إقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا. أضف إلى ذلك أزمة البحر الأحمر التي تفجرت بين جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية والغرب إثر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر الماضي. وإذا نظرنا متأملين نجد أن المنطقة برمتها ملتهبة وهشة، بما في ذلك الدول المجاورة لدول القرن الإفريقي كالسودان وجنوب السودان واليمن. كل ذلك جعل المنطقة هدفا لاستعراض القوى والتنافس بهدف تأمين الملاحة على البحر الأحمر، وهو ما جعل بعض المحللين يعتقدون أن الهدف هو أبعد من تأمين الملاحة البحرية، وإنما يتمثل في جعل المنطقة ميدانا لصراعات جديدة في عالم اليوم، وذلك لأجل السيطرة على الموقع الجيوسياسي الحيوي للمنطقة والثروات التي تزخر بها. حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كتب الصحفي التركي كمال أزوتورك مقالا في موقع الجزيرة نت في 28 من فبراير الماضي تحت عنوان: هل القرن الإفريقي هو ساحة الصراع الجديدة في العالم؟ واختيارنا لهذا المقال مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات قصدنا منه عرض الصراع بعيون محللين من خارج الإقليم، لا سيما وأن كاتب المقال قريب من دوائر صنع القرار في الدولة التركية، وربما يكون على معرفة واطلاع بمرامي ودوافع توقيع الاتفاقية العسكرية والاقتصادية بين الصومال وتركيا والوجود التركي في المنطقة. نتابع. راديو إيرنا. راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو. استهل الكاتب المقال بعبارة نقلها عن مسؤول أمن في أنقرة عندما كان يشرح مبررات اتفاقية الدفاع بين تركيا والصومال، حيث قال: التطورات في القرن الإفريقي لا تقتصر على اتفاقية أثيوبيا أرض الصومال فقط،
هنالك تطورات خطيرة لا يمكننا الكشف عنها الآن، وكان صوته قلقا بعض الشيء كما يقول الكاتب. كما نقل الكاتب عن البروفيسور أحمد كافاس الذي شغل كما يقول الكاتب منصب سفير تركيا في تشاد والسنغال، ويعتبر من أبرز الخبراء في الشؤون الإفريقية، قوله فور سماعه بالاتفاقية: هذه الاتفاقية السريعة ليست طبيعية، هنالك تطورات كبيرة تحدث. ثم توالت الأخبار تباعا، وأخيرا عندما قررت الصين إرسال سفن حربية إلى البحر الأحمر أصبحت خطورة الوضع أكثر وضوحا. ويستمر الكاتب قائلا: إن المشكلة الرئيسية وراء جميع الأزمات في الشرق الأوسط هي إسرائيل، فقد رأينا التأثير الأول هو تحول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى صراع ساخن في سوريا والعراق ولبنان واليمن، والآن هنالك خطر من صراع ساخن في منطقة القرن الإفريقي، وهذا أمر يجب أن يخيف الجميع لأنه ساحة صراع جديدة في العالم، كما أن أي انسداد في هذه المنطقة، وهي المنطقة الأكثر استراتيجية في التجارة البحرية العالمية، سيؤثر على العالم كله من إنجلترا إلى الصين. بالإضافة إلى ذلك فإن 12% من تجارة العالم البحرية تمر عبر هذه المنطقة، ففي العام الماضي مرت 23,000 سفينة عبر مضيق باب المندب واستخدمت قناة السويس، وبمقابل ذلك كسبت مصر 8 مليارات دولار من هذه السفن العام الماضي، لكن الحجم الاقتصادي ل23,000 سفينة هائل. ونتذكر أنه في عام 2021 جنحت سفينة إيفري جيفن أثناء دخولها القناة بسبب الرياح، مما أدى إلى إغلاق حركة المرور أمام السفن حينها، وفي غضون 15 يوما ارتفعت أسعار النفط وارتفعت أسعار التجارة البحرية بنسبة 30%. الآن هناك فكرة في كيفية تأثير الصراع في هذه المنطقة على التجارة العالمية. يجب أن يكون الصينيون قد فكروا في ذلك، حيث قرروا إرسال 3 سفن حربية إلى المنطقة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل القرن الإفريقي هو ساحة الصراع الجديدة في العالم؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ويرى الكاتب أن البيئة الفوضوية في القرن الإفريقي هي سبب للوجود الأجنبي وظهور نبتة الإرهاب وكل ما يتصل بذلك، حيث يقول: أينما وجد عدم الاستقرار فاعلم أن هنالك دولا أجنبية موجودة، وأينما وجد إرهاب عالمي فاعلم أن هنالك منظمات استخبارات تقف وراءه، وأينما وجدت بيئة فوضوية فاعلم أن تجار السلاح وأمراء الحرب وتجار المخدرات قد ظهروا. لذلك إذا لم تنتهي الأزمة والفوضى والاضطرابات في مكان ما فاعلم أن هناك صراعا على المصالح بين الدول الكبرى، والسبب الرئيسي لوجود هذه الفوضى في جميع هذه الأراضي هو الثروة الباطنية والسطحية والمكاسب التجارية والهيمنة الجيوسياسية. كل الأسباب التي يتم ذكرها مثل حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والديمقراطية كاذبة تماما، فالقرن الإفريقي هو منطقة تشمل كل ما تحدثت عنه، وهو مهم للغاية من الناحية الجيوسياسية والثروة الباطنية والسطحية الغنية. وحتى صراع البحار اليابانيين والصينيين للحصول على المنتجات البحرية الرائعة قبالة سواحل الصومال تكفي لشرح هذا الوضع. وتحت عنوان جانب حروب الوكالة وخطر الاحتلال يقول الكاتب: لقد سقطت في يدي مؤخرا خريطة تظهر فقط المجموعات العرقية والمنظمات والقبائل والميليشيات المسلحة في الصومال، حيث سيطرت حركة الشباب وتنظيم الدولة والقاعدة على مناطق محدودة في البلاد، وهذا وحده أخافني. وإذا قمنا بتكبير هذه الخريطة ستشمل كينيا وإريتريا وجيبوتي وأثيوبيا واليمن والسودان، وهذا هو بالضبط المشهد الذي تريده الدول الأجنبية التي لديها أعين في المنطقة، حيث تظهر الخريطة وجود العديد من المنظمات الإرهابية التي يمكن استخدامها، والقبائل التي يمكن شراؤها، والصراعات التي يمكن تأجيجها، وعدم وضوح الحدود، والجهل والفقر وعدم الاستقرار.
ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل القرن الإفريقي هو ساحة الصراع الجديدة في العالم؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ويستطرد قائلا: الآن إسرائيل وأمريكا وإنجلترا وفرنسا وروسيا والصين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وتركيا هي أطراف صراع القوة في القرن الإفريقي، ولا يوجد الكثير مما يمكن أن تفعله الدول الفقيرة وغير المستقرة في وجود دول كبيرة وقوية. ومع ذلك فإن معظم الدول والشعوب المتضررة من الأزمة في المنطقة وفق ما يرى الكاتب هم المسلمين. ويستمر قائلا: والآن يمكننا طرح سؤال آخر لا يمكننا أبدا العثور على إجابة له: لماذا لا تتحد الدول الإسلامية لحل هذه المشكلة؟ ويعتقد الكاتب أن الضغط الخارجي للحرب الإسرائيلية الفلسطينية يميل إلى الانتشار من الشرق الأوسط إلى القرن الإفريقي الآن، وسيؤدي هذا الصراع الساخن إلى احتلالات جديدة وهجرات وأزمات اقتصادية. ويختم المقال بعبارة يشير بها إلى أن ما يجري حاليا هو ضمن مخطط الحرب العالمية الثالثة، إذ يقول: الآن سنرى كيف ستسير الحرب العالمية الثالثة. انتهى المقال. ونحن بدورنا نقول مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات: ليس من الضروري أن تكون الحرب القادمة سواء كانت عالمية أو إقليمية مشابهة للحرب العالمية الأولى أو الثانية من حيث وسائلها أو خوضها أو الجهة التي تخوضها أو التي تخاض الحرب لصالحها، فقد تخاض الحرب في المنطقة لإلحاق الضرر بدول ربما هي أبعد مسافة عن منطقة القرن الإفريقي، لكنها ذات ارتباط حيوي ووثيق بالمنطقة الهامة التي تضم عددا من القواعد العسكرية للدول العظمى والمتنافسة، والتي أصبحت أيضا قبلة للأساطيل البحرية والتحالفات الدولية الكبيرة التي لا ترقى قوى دول المنطقة مجتمعة لمواجهة إحداها، ناهيك عن جماعة الحوثي اليمنية وحليفتها إيران. هذه إذاعة إرينا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. المفوض السامي لشؤون اللاجئين في أثيوبيا يطالب بمساعدات دولية عاجلة لتقديم الخدمات الكافية للاجئين الإريتريين المكتظين في معسكر ألم مواج. أوغندا توقع مذكرة تفاهم دفاعية وعسكرية مع أثيوبيا والصومال خلال أقل من 10 أيام. والسلطات المغربية تعلن غرق 8 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى الملتقى في البرنامج القادم، في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.